السلام عليكم. طيب، في بوست كده ما كنتش حابب اعلق عليه خالص، بس يعني في اصرار من الناس ان هي تعمل لي منشن فيه وتبعته لي في مسج، ولو سمحت قول لنا رايك. وهو بوست اتكتب السنه اللي فاتت، بس دي تقريبا الذكرى السنويه بتاعته يعني، فابتدى يظهر للناس في الفيسبوك ميموريز، فالناس عايزاني ايه ارد عليه. طيب، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ما يبقاش راي قدام راي. انا حاولت على قد ما اقدر ان هي تبقى نتائج وارقام دوليه قدام هري بيتقال في اي كلام. تمام. البوست ببساطة كده اسمه 10 أسباب ما تخليش أي حد يروح يزور أوروبا الشرقية. فهم كانوا 10 نقط، هنحاول نمشي فيهم سريعا كده، وهقول لكم ليه أنا شايف إن البوست ده أي كلام. أنا ماليش علاقة بشخص الراجل، ولا عايز أقول اسمه حتى عشان يعني إيه ما بقاش بتكلم عنه. ما فيش أي مشكلة شخصية بيني وبينه. الفكرة بس إن هو راجل المفروض مشهور وعنده فولورز كتير، والمفروض إن هو بيسافر فبينقل كلام عن السفر، فأنا هناقش الكلام اللي على السفر. أنا ماليش دعوة بشخصيته هو تماما. اوكي. اول يعني نقطة في الحاجات دي، هو بيقول ان في كذا بلد من اوروبا الشرقية اللي هي سلوفاكيا وصربيا ورومانيا، وبالذات المجر. هو شايف ان المجر دي اسوأ دولة في كل اوروبا. بيقول ان الدول دي غجر وحرامية، معدلات الجريمة زيادة ومعدلات العنف زيادة، هم اسوأ دول في اوروبا. الفكرة ان في 2009 الديلي ميل اللي هي جريدة عالمية نشرت تقرير بناء على المحاضر اللي في الشرطة والحاجات اللي متسجلة في اوروبا كلها، ان اسوأ مدينة او اسوأ بلد فيها عنف وجرائم هي كانت بريطانيا، اللي هي تشمل كذا بلد يعني، اللي هي انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا. دي كانت اعلى معدلات للعنف. حاجة تانية، وورلد اتلس في 2016 نشروا تقرير ان اسوأ 50 مدينة في العالم او اخطر 50 مدينة في العالم ما فيهمش اي مدينة من اوروبا خالص بقى. تمام. وان هم اوروبا دي تعتبر امن قارة في العالم. فلو حضرتك شايف ان اوروبا بشعه قوي للدرجه دي، انا ما اعرفش اصلا ازاي انت بتقول على نفسك رحاله وعايز تلف العالم كله. طب هتعمل ايه في سنترال امريكا بقى، ولما تروح افريقيا، ولا لما تروح جنوب امريكا هتعمل ايه يعني؟ الاسكان بتكتب كده عن اوروبا اللي هي امن قاره في العالم. طيب خلينا نبص على حاجه تانية. وورلد اتلس في 2016 عمل تصنيف لاخطر 10 مدن في اوروبا. تمام. المفاجاه ايه؟ ان مفيش ولا مدينه في اي دوله من اللي حضرتك قلتها، يعني مفيش اي مدينه من العشرة دول موجودين في اوروبا الشرقيه. ده بالعكس، ده في منهم 2 في فرنسا و3 في ايطاليا و2 تانيين في بريطانيا وواحدة في هولندا يعني. فاللي حضرتك بتقوله ده يعني انا مش فاهم جبته منين. تمام. خلينا نبص على نقطة تانية كده. النقطة التانية والتالتة شبه بعض شوية، بيتكلم بقى عن السرقة المخططة، اللي هو بقى ايه، اعضائك هتتخطف، ولادك هيتاخدوا منك، لو قعدت في هوستلز معرفش يعملوا ينويموك ومعرفش يعملوا فيك ايه، اي كلام. المهم ان يعني انا مش هتكلم في النقطه دي قوي، لان هو ماشي بينقل تجربته الشخصيه، بس انا يعني متاكد ان الراجل ده بيروح يقعد في حتت منظمه، اقامه مترتبه له من قبل ما يروح والكلام ده كله، على عكس واحد زي حالاتي كان بيقعد في البلاد دي، بينام في الباركس العامه، بينام في مواقف الاتوبيس، كان بيقعد في هوستل معاه في الاوضه 36 بني ادم، ما حصليش اي حاجه من الكلام اللي هو بيقوله ده. ماشي. خلينا ننط على النقطه الرابعه والخامسه، برضو شبه بعض. يتكلم بقى فيه عن فساد الشرطه، وان انت لو رحت بلغت محدش هيعبرك، وان انت هتعمل محضر على حد كلامه يعني تبله تشرب ميته وملوش لازمه. فانا هقارن ما بين اسوأ دوله اللي هي بيقول عليها دوله عصابات اللي هي المجر في وجهه نظره يعني، وما بين مصر. في سنه 2015 اللي هو كتب فيها البوست ده، كان معدلات الفساد الحكومي في مصر اعلى بكتير جدا من معدلات الفساد الحكومي والشرطه في المجر. ليه؟ لان ترتيب مصر كان 76 على العالم، ترتيب المجر كان 34 على العالم. فيعني احنا بنتكلم في ايه يعني؟ شتان يعني خالص. دي حاجه ودي حاجه تانية. تمام. خلينا ننط على نقطه بقى من 6 ل 9، تحس ان هو سينما كده، فاهم؟ بس دول عامه شبه بعضيهم يعني. وهو بقى كله بقى ايه بقى ده؟ بص، اصل العنصريه في البوست بقى ان هم كلهم عنصريين وبيكرهوا العرب، وسواء انت مسلم ولا مسيحي اوعى تروح، حتى لو السفريه دي ببلاش ومدفوعات التكاليف اوعى تروح البلاد دي خالص، وهيضربوك ومش عارف ايه. وان هو البطل الهمام يعني كان في المترو وشاف بنت بتتضرب وهو دخل نقذها، ويعني المهم يعني عشان كدب الراجل هنقول ان ده حصل. بس خلينا برضو ايه نتكلم بالارقام يعني، ان الكلام ده مش حقيقي، مش حقيقي خالص. وترتيب يعني معدلات الامن في 2016 ان ومعدلات الجريمه في المجر 38%، اللي هي برضو اسوأ دولة بالنسبة له. في مصر 53%. احنا عندنا كام واحد بيتضرب في المترو يا جماعة؟ يعني عندنا كام واحد؟ يعني 53%، يعني احنا اكتر منهم مرة ونص تقريبا. عندنا كام واحد بيتضرب؟ مفيش الكلام ده. فتخيل بقى المجر اللي هي اقل مننا واحسن مننا في معدلات الامن،
اكيد ما بيحصلش فيها ممكن تكون حصلت مره يعني ماشي، بس هل ده بيحصل كل يوم؟ هل ده معناه ان انا اكتب بوست احذر منه الناس ان هو تروح اوروبا الشرقيه؟ اكيد لا. نشوف اخر نقطه، واخر نقطه دي بقى بيتكلم عن الفلوس، ان انت لما تحول فلوس من الصرافه هيدوك فلوس مضروبه وهيبقى فلوس بنك الحظ تقريبا يعني، وان انت لازم تحول من البنك وخلي بالك من سرقه الكريدت كارد والكلام ده كله. بص، في اي دوله في العالم لو هو فعلا يعني بيسافر وشاف الدنيا يعني وغير فلوس قبل كده، فهو المفروض عارف ان اي تحذير في اي بلد مهما كانت متقدمه او مش متقدمه، ان هو لو سمحت ما تحولش فلوس الا في البنوك او في الصرافات اللي بتديك وصل مختوم. غير كده اوعى تحول فلوس من الناس اللي واقفين في الشارع، عشان حتى لو ادوك ريت اعلى، عشان ساعات كتير جدا بيدوك فلوس مضروبه. بس ببساطه خالص يعني، ده ملوش علاقه باوروبا الشرقيه، ده ليه علاقه بالعالم كله. اخر حاجه، انا مقدر ان انت كتبت البوست ده وانت يعني متضايق وحاجتك مسروقه وكل حاجه، انا مش بكدبك، لا عادي، لان انا اعرف ناس اتسرقت في امريكا، اعرف ناس اتسرقت في البرازيل، اعرف ناس اتسرقت في فرنسا، في ايطاليا، انا نفسي اتسرقت في تايلاند. في 500,000 واحد بيتسرق في شارع بيتهم، يعني فلوسه تقع منه ويرجع ما يلاقيهاش بعد 5 دقايق، تتنشل منه في محطه اتوبيس. عادي يا جماعه، ده عادي. الحل ان احنا نقول للناس تخلي بالها لما تركب مواصلات عامه، ما تحطش فلوسك مثلا، ما تحطش محفظتك في الجيب اللي ورا، لا حطها في الجيب اللي قدام، لو معاك شنطه اقفلها بلوك. ده اللي يتقال. لكن هنقول بقى للناس ما تسافروش، يبقى كده كل واحد يقعد في بيته بقى ويأمن على نفسه وخلاص. يعني انا مش فاهم انت ازاي رحاله، يعني عيب تقول الكلام ده. اخر حاجه التعميم نوع من انواع الجهل يعني، وعيب قوي ان انت تكون بتسافر ولفيت كل البلاد دي ولسه بتكرر اللي هو كل اوروبا الشرقيه عنصريين، كل اوروبا الشرقيه حراميه، اللي هو زي كل المسلمين ارهابيين، كل العرب متخلفين، كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. يعني عيب قوي الكلام ده، يعني هري، ده اسمه هري. بص، في الاخر انت حر، اكتب اللي انت عايزه وانا حر برضو ارد عليك. انا الحمد لله يعني ما جبتش اي كلام من عندي، على قد ما اقدر كان كله كلام موثق وكلها نتائج دوليه. انا بس نصيحتي الاخيره ليك يعني ان انت تشيل فيتش اللي في اخر اسمك، لان هي اصل التسميه من اوروبا الشرقيه، وهتبقى مش لايقه عليك قوي بعد ما يعني البوست اللي انت كتبته ده تفضل حاطط فيتش في اخر اسمك. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، ونكون بنتكلم عن حاجه افيد من كده شويه. مع السلامه.